كنا شفنا مجموعات كاس افريقيا، فاجي نحلوا شويه هاد المجموعات ونشوفوا شكون المرشحين اللي يقدروا يدوزوا للدور 16. نبداو بالمجموعه الاولى واللي كيتواجد فيها كل من منتخب الكوتيفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. المجموعه ما فيهاش شي دوله عربيه، والفرق اللي مرشحين باش يطلعوا هما نيجيريا بقياده نيجيري اوسيمين والكوتيفوار. ندوزو للمجموعه الثانيه واللي كيتواجد فيها كل من مصر، غانا، الراس الاخضر والموزمبيق. هاد المجموعه الدول اللي مرشحه فيها وطبيعه الحال مصر وغانا، وهما اللي غيقدروا يوصلوا للدور 16. ندوزو للمجموعه الثالثه اللي كتضم كل من السنغال، الكاميرون، غينيا وغامبيا. هاد المجموعه هي اقوى مجموعه وغتكون فيها منافسه قويه ضروري، خاصه ما بين الكاميرون والسنغال، والمرشحين هما النيت السنغال والكاميرون. وبالنسبه للمتصدر فراه المترشح هو المنتخب السنغالي كيوليه الكاميرون. دوزو للمجموعه الرابعه واللي كيتواجد فيها كل من الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا وانغولا. المنتخب الجزائري هو المترشح الاول ويليه منتخب بوركينا فاسو. دوزو للمجموعه الخامسه واللي كيتواجد فيها كل من منتخب تونس، مالي، جنوب افريقيا ونامبيا. والمترشحين كالتالي: تونس وجنوب افريقيا. وقبل ما نهضروا على المجموعه السادسه ما تنساش تضغط على ديك المتابعه. اما بالنسبه للمجموعه السادسه اللي كيتواجد فيها المنتخب المغربي، الكونغو الديمقراطيه، زامبيا وتنزانيا. بالنسبه للمترشحين كالاتي: المغرب في الصف، تاليها الكونغو الديمقراطيه. كيبقاو هادو هما المنتخبات المترشحين، وراه يقدر تكون شي مفاجاه.